عزيزي المشاهد، كسبنا امبارح الحمد لله. كسبنا 4-1. كسبنا الزمالك، كسب 4-1. عادي عادي، هي معجزة كروية. ولكن قبل ما نبدأ بقى نسأل نفسنا 100 سؤال ونقول للزمالك يا زمالك، ما انت طلعت بتكسب، شوف وشك نور ازاي. قبل ما نقول كل الكلام الجميل ده، عايزين نقول ان الزمالك كسب بفضيحة كروية امبارح. فضيحة كروية كسب بيها نادي الزمالك على ارترا سولر الجيبوتي. كسب ارتا سولر الجيبوتي الزمالك. ارتا سولر اللي المقاولين كسبته 9. اللي فيه فرقة تانية افريقية والله ما فاكر اسمها كسبته 12 و9. فريق لم يذكر له انه فاز في اي بطولة افريقية ولا مباراة واحدة. فريق محدش يعرفه قبل كده ولا سمع عنه، اسمه ارترا سولر. كسب الزمالك 2-0، وجه هنا الزمالك كسبه 4-1 بعد ما يعني فضيحة كروية بعد فضيحة كروية، حرفيا فضيحة يعني. الجون الثالث لنادي الزمالك هو اوفسايد لا محال، اوفسايد مفيش نقاش، ألف ب اوفسايد. الجون الثالث لنادي الزمالك. مش دي المشكلة، المشكلة ان فرقة زي دي تطلع عينك عقبال ما تكسبها، وفرقة حرفيا تستحق هي الفوز. فرقة جايباها من تحت، يعني فرقة على قدها، عفرت وتعبت وشقت وجاية من جيبوتي وجاية تلعب وتتظلم تحكيميا ويطلع عينها حرفيا عشان تكسبك، وكسبتك 2-0. وجات هنا جابت فيك الجون الاول. حتى الثلاث اجوان اللي انت جبتهم فيها 3 اجوان يعني اخيب من الخيابه، ما عدا جون شيكابالا. طلع جون شيكابالا مع اني ما بحبوش والله، بس يعني تقول لي زملكاوي ما بتحبش شيكابالا، لك دي قصه طويله كده مش عايزين نتكلم عنها. ولكن انا زملكاوي وما بحبش شيكابالا، اركنه على جنب. ولكن عزيزي المشاهد، قبل ما نتكلم في اي تفاصيل، خليني اقول لحضرتك الاول وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الكارثه دي يا فندم. يا كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تعمل لايك على الفيديو ده، عايزين نوصله لاكتر من 3000 لايك. اتمنى من كل اخواتي وحبايبي، كل واحد بيحبك بجروحه وبيتفرج عليه، اتمنى ان انت تنزل تعمل لايك على الفيديو ده. عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 3000 لايك. نفسي يعني نفسي. ولو انت مش مشترك في القناه، اشترك بقى في القناه بقى، اشترك في القناه. عايزين نوصل للنص مليون في اقرب وقت. حمله توصيل الجرحي لنص مليون مشترك. اشترك وخلي اصحابك يشتركوا. المهم عزيزي المشاهد، يكسب نادي الزمالك ارترا سولر. هي ما اسموش ارترا، هو ما اسموش كده، هو اسمه ارتا سولر، تمام؟ ولكن انا بتلخبط في اسمه فتلاقيني بقول لك ارترا سولر. المهم يعني برضو قصه حزينه كده ما تشغلش بالك بيها. ارترا سولر اللي كسبوا نادي الزمالك 4-1، وتأهل نادي الزمالك للادوار اللي بعد كده من الكونفدراليه. عزيزي المشاهد، فوز غير مستحق نهائي لنادي الزمالك. فرقه زي ارترا سولر مع احترامي ليها تمسح بوشك النجيله وتطلع عينك وعين عينك علشان تعرف تكسبها. فرقه المقاولين كسبتها 9، وفرق تانية كسبتها 12 و13 و14، حاجه كده من العيال اللي بيجي ياخدوا على عينهم ويروحوا. جت ما عرفتش تعمل راجل غير عليك انت يا زمالك، ما عرفتش تكسب حد غيرك انت يا زمالك، ما عرفتش تطرق على حد غيرك انت يا زمالك. وجاي خالد الغندور بمنتهى البجاحه يحتفل ويقول لك مبروك يا زملكاويه، وهو بيضحك كده وهو قاعد مبسوط كده وهو جميل كده، قاعد مبسوط كده. كابتن خالد الغندور يعني كلنا عارفين يعني عبده سماجه اللي جواه. المهم الكابتن خالد الغندور واحتفاله الغير مبرر الغريب، اللي هو يعني واحد صاحبي قال لك طب لو كان الاهلي هو اللي كسب
كان زماننا دلوقتي بنشوف خالد الغندور بيقول مبروك يا اهلاويه، ولا كنا زماننا بنشوف خالد الغندور بنقول ده الاهلي كسب بالحكام، ده الاهلي كسب بالتطبيل في افريقيا، ده الاهلي كسب بجون المفروض ما يبقاش جون، ده الاهلي كسب بجون اوفسايد، ولا كل هنسمعه برضه بيقول مبروك يا اهلاويه؟ لا طبعا، كنا نسمعه طالع بيقطع في فروه النادي الاهلي وبيصلخ فيها وعمال يقول الاهلي والاهلي 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 بيعمل والاهلي بيكسب بالتحكيم مع ان ده يعني ما شفناش قبل كده فكره ان يعني ده كنت زمان اسمع يقول لك ايه ده الاهلي ده حكامه بيلحقوه مش عارف ايه. والله انا ما وعيت على الدنيا من يوم ما وعيت عليها وانا عمري ما شفت حكامه دي. يعني انا اصلا مش اهلاوي، لا في افريقيا في حكام بيقفوا مع الاهلي ولا في الدوري في حكام بيقفوا، كلهم ضد الاهلي وبيتامروا عليه. يعني حاجه غريبه. قال لك لا ما هو مش هيبقى جامد كده قوي يعني كمان هنديله حقه، لا ده احنا هنيجي ضده. فيعني لا الكوره ماشيه في مصر غلط وفي افريقيا غلط عزيزي المشاهد. المهم يعني بعد ما الزمالك كسب بالتحكيم الافريقي، الحكم تحسه كان واخد رشوه بقى ولا في حاجه. جون اوفسايد يا رأي كفيف، جون زيز اوفسايد، الجون الثالث اوفسايد يا رأي كفيف، مش محتاجه نسال بعض يعني. جون اوفسايد يعني. والتاني اللي اسمه خالد الغندور طلع يحتفل لك وبتاع. فالمهم عزيزي المشاهد، يعني لو عايز تعرف نادي الزمالك وصل لفين كرويا، احنا ممكن نتكلم قوي عن الماتشين اللي فاتوا بتوع ارترا سولر. ماتش 2-0 الارترا، وماتش 4-1 للزمالك. جاب جون على ارضك فريق زي ارتا سولر ده، يعني مع كامل الاحترام ليه، ناس تعبت وناس اجتهدت وكانت المفروض تكسب، وتقريبا هي ناس كسبانه على يعني ناس احقاقا للحق هم الكسبانين هم المتاهلين، ولكن التحكيم كان ليه راي اخر. يا جماعه احنا بنضيع في نادي الزمالك، والله العظيم احنا بنضيع في نادي الزمالك. انا مش فاهم، في الشوط الاول زيزو كان يعني في كوره وقع مثل فيها كده ان هو عايز ياخد ضربه جزاء، ازاي زيزو ما خدش انذار تمثيل تحايل على الحكم؟ حاجه برضو يعني تخلينا نسال نفسنا 100 سؤال. يعني مش طبيعي برضو كميه لما كسبنا كميه كور اترمت في الملعب كاننا فريق درجه رابعه. كميه كور اترمت في الملعب واللي هو يلا يجري يلا كاننا يعني جعانين كوره، كاننا يعني ناس ما لعبناش في حتت عدله قبل كده، كاننا ناس من فرق العالم الرابع حاجه كده يعني. فنبطل الحاجات اللي بتدي فيدباك للناس عننا ان احنا عالم عره دي نبقى ثواب، ونرجع ناس محترمه تاني. وكسبنا ولكن كسبنا بالكسكسي وبالتحكيم الافريقي الجميل اللطيف، ماشي مش مشكله. اياكش ده يبقى حافز ليك، وياكش ده يخليك تعمل حاجه في البطوله دي وتاخدها، عشان ما يبقاش شكلك وحش. مش هيبقى السنه اللي فاتت والسنه دي. ابدا موسم عدل، عيب ده انتوا عالم تشل وتعر. اقول لك حاجه، على ان انا ما معترض ان احنا كسبنا بالتحكيم. ما احنا لو ما فيش تحكيم مش هنكسب، لو ما فيش حاجه غريبه حصلت مش هنكسب. لازم حاجه تحصل عشان نكسب، لازم حاجه تحصل عشان نبقى في السليم. يعني ما تشتغلش نفسك. فعزيزي المشاهد يعني انا اعتراضي على البجاحه، ويجي يقول لك اصل سان جورج اللي الاهلي كان بيلعبه ده فرقه تعبانه، طلع له 3-0 في 4-0، 3-0 في 4-0. يلا يا سيدي، مع ان سان جورج ده بطل اثيوبيا، وانت الرابع في جيبوتي مش عارف تكسبه. الرابع في جيبوتي مش عارف تكسبه وانت مستريح يعني. كسبته بالتحكيم. اصل سان جورج يا قليل الادب يا بجح. انت تقف تقول لي اصل سان جورج، انت تقف تتكلم عن الاهلي عادي كده؟ يعني ايه البجاحه دي؟ يالا حاجه غريبه جدا والله. عزيزي المشاهد لحدنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تزور في لايك، تكتب كومنت اللي رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره تتفرج عليا فيها. بس يا سيدي كان معاكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.